انسي بقى الطريقة القديمة اللي كنتي بتعملي بيها صينية الجلاش، وتعالي نعمل صينية جلاش مورقة وجميلة في 5 دقايق بالظبط. ويلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف الطريقة على طول. أول حاجة هجهز عندي المادة الدهنية اللي هعمل بيها الجلاش. ربع كوباية من الزبدة على ربع كوباية من الزيت النباتي، وهسيحهم على النار. هنجيب الصينية بقى وندهنها بشوية صغيرين قوي من الزبدة والزيت دول. يا ريت تكون الصينيه على قد مقاس ورقه الجلاش اللي انت هتعمليها. هناخد نص كميه الجلاش اللي عندنا، اللي هي حوالي هتكون ربع كيلو من الجلاش، وهنبتدي ننزل فيها في الصينيه مره واحده. هنجيب بقى شويه من الماده الدهنيه دي يا دوبك بس كده، نظبط الجلاش من فوق الوش كده اللي احنا حاطيناه. هنجيب بقى الحشوه بتاعتنا، شويه سوداني مجروش على معلقه من القرفه على معلقه من السكر. سلام بقى لو عندك مكسرات استخدمي مكسرات، عندك لوز عندك بندق عندك فستق، حطي اللي انت عايزاه. انا هنا هرش السوداني اللي عندي بالطريقه دي. وهنجيب بقى النص كميه التاني من الجلاش وهنحطه بالطريقه دي. شايفين الصينيه خلصت ازاي وهتطلع مورقه وجميله؟ استني بس عليا. تعالي بقى هاتي السكينه بتاعتك وابداي قطعي الجلاش بالطريقه اللي انت عايزاها. عايزه تقطعيه مربعات، عايزه تقطعيه سمبوكسه، عايزه تقطعيه حتت كبيره حتت صغننه زي كده، زي ما انت عايزه. قطعي الصينيه بالطريقه اللي انت تحبيها. طريقة سهلة وجميلة ومش تاخد معاكي وقت، وهتطلع معاكي الصينية مورقة. وهنبطل بقى ندهن بين الطبقات زي ما كنا بنعمل قبل كده. مش هنمسك بقى كل ورقة جلاش وندهن بقى بالفرشة. لا لا لا، الكلام ده نسيه خلاص، ما بقاش في وقت نعمل الكلام ده. عايزين نعمل صينية حاجة حلوة للأولاد أوام أوام. هنجيب بقى كمية الزيت والزبدة اللي أنا سيحتهم دول، وهنبتدي نغرق بيهم الصينية من فوق الوش عن طريق التقطيع اللي انا قطعته للصينيه. الزبده والزيت اللي انا سيحتهم دول ونزلتهم هينزلوا بين الطبقات وبين الفتحات اللي انا عملتها بالسكينه دي، وهيبتدي الجلاش يتشربها واحده واحده. ما تقلقيش، الكمية مش كتيرة ولا حاجة. انت لو جربتي تدهني بين الطبقات هتاخد منك نفس كمية المادة الدهنية اللي انت هتستخدميها. فما تقلقيش خالص. هنسيبها بس 5 دقايق كده تتشرب كويس قوي، ونكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 وندخلها اول لما الفرن تسخن. عبال ما تسخن، في حلين. إيه، لو بتحبي الحاجة مش مسكرة قوي ممكن تستخدمي اللبن الحليب وتحليه زي ما انت عايزة. هياخد حوالي 3 او 4 معالق من السكر وتقلبيه بالشكل ده. لكن لو انت بتحبي الحاجة محلية ومقرمشة وكريسبي، استخدمي الشربات العادي اللي هي كوباية مية عليها كوباية سكر وعصرة ليمونة. كده عندك حلين، استخدمي اللي يناسبك. بعد الصينية ما طلعت من الفرن باللون الذهبي الجميل ده، هنبتدي نسقيها باللبن الحليب. وانا هنا اخترت اللبن الحليب علشان تبقى حاجة مغذية للأطفال. لكن لو انت عايزة تستخدمي الشربات، استخدمي الشربات وهتديكي نتيجة هايلة جدا جدا. الحليب هيطريها شوية ويخليها تشبه الفطير اللي بنعمله باللبن والسكر ده، عارفينه اللي هو باللبن الحليب. شايفين سهلة وجميل ازاي؟ في 5 دقايق هتخلص معاكي، مورقة وجميلة وحلوة وطريقة جديدة. واحنا بقى في عصر السرعة، مش هنقعد بقى ندهن بين الطبقات زي ما كنا بنعمل قبل كده. وبما ان النتيجة واحدة، يبقى الطريقة دي اسهل بكتير من الطريقة اللي قبل كده. سهلة وجميلة ومورقة جدا جدا. شايفين التوريقة عاملة ازاي؟ كأنك مسكتي الفرشة ودهنتي بين الطبقات زي ما انت متعودة. ولو عجبك الفيديو، لايك لصناعة في المطبخ مع أميرة الطاهر، وفعلي زر الجرس علشان يوصلك جديد فيديوهاتي. شكرا.